صباح الفل على كل الزملاء الجمال. قربنا على نص رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان بيجري بعد كنا لسه بنشوف الهلال بتاعه. المهم، أحد الزملاء كان بيسأل على قصة البلان، وكان لازم تسأل مديرك هو أنت عايز مني البلان بالدكاترة، يعني باسماء الدكاتره، ولا عايز البلان بالاسماء الشوارع؟ لان لغايه اول شهر او شهرين انت ممكن بتعمل البلان بتاعتك باسماء الشوارع، يعني باسم الشارع. انا هنزل الشارع الفلاني، انا هنزل الحته الفلانيه. لو انت ماسك ميدان الجيزه مثلا، عماره التامين دي ممكن تحطها 3 ايام، ليه؟ لان مليانه دكاتره. لو انت في السيده زينب عندك بركه الفيل، وعندك الخضيري والصليبه ومش عارف ايه وشارع السد وهكذا. بركه الفيل ده ايه بجد؟ ده مكان بجد اللي ماسك سيده عارفه يعني تمام. فهي الفكره في كده، تحط بركه، مش لازم تحط اسم الدكتور. وممكن بعد الشهر الاولاني او نص الشهر كمان التاني تبتدي تحط دكتورين ثلاثه وجنبيهم اسم الشارع، اللي هو ايه، انا دول عرفت مواعيدهم ونازل الشارع ده هكمل الباقي. فلازم تبقى انت حاطط في دماغك ان انت ممكن تسال، مفيش مشكله، ما تقلقش خالص. طيب، بالنسبه للبلان، انا هوريك الطريقه بتاعتي اللي هي القديمه. انا خد بالك انا عندي 49 سنه، فانا قديم قوي، لكن دلوقتي الناس هتلاقيها عامله حاجات احدث من دي بكتير جدا. لكن انت النهارده بتنزل لكل دكتور، انا معايا على طول نوته اهو، حتى وانا كبير كده اهو النوته بكتب فيها الحاجات، المعلومات المهمه، مواعيد دكاتره، الكلام ده كله. طيب انا بعمل ايه بقى في البيت؟ بروح عامل شيت، لو انت واخد بالك كده، الشيت ده فيه اسم الدكتور، تمام كده، السبيشاليتي والكلاس بتاعه، وبعد كده ايام الاسبوع: سبت، حد، اتنين، تلات، اربع، خميس. هتقول لي هو انت، طب ما انت ليه سبت، حد، اتنين، تلات، اربع، خميس؟ ما انا ممكن قصاد كل دكتور احط هو مواعيده ايه. لا، انا عايزه سبت، حد، اتنين، تلات، اربع، خميس. وهحاول ان انا احط لكم شيت زي ده فاضي كده هو في الكومنتات ان شاء الله. ليه انا بعمله كده هو؟ وفي نفس الوقت بعمل كمان تحتيه ايه؟ قبل ما اكتب اسماء الدكاتره اللي موجوده في الشارع ده او في البريكه دي، لو تفتكروا احنا قلنا اتكلمنا على قصه البريكه، في البريكه دي بكتب اسم البريك. بقى عندي هنا هو اسم البريكه، تحتيها مجموعه الدكاتره اللي موجوده فيها، السبيشاليتي، الكلاس بتاعها، سبت موجود الساعه كام، حد موجود الساعه كام، اتنين، تلات، اربع، كل الايام موجود الساعه كام. طيب في الاخر بقى كده اهو، لما انت عملت البريكه دي والبريكه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وهكذا، بقى عندك الليسته مفصله ببريكات بمواعيد دكاتره. طيب، هاجي انا مثلا اقول والله، انا لو انا نتكلم مثلا على المناطق، مثلا نازل والله النهارده السيده زينب، فانا هنزل شارع وليكن شارع الخضيري. شارع الخضيري ده فيه دكاتره كتير، تمام كده. امسك شارع الخضيري ده وانا هلاقي ان فيه موجود في كام، 10 وليكن 10 دكاتره. ايه انسب ميعاد؟ لان انا بقت الليسته عندي بقى، بص، مقسمها كده، وفي اكسات 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 كده اللي هي مواعيد الدكاتره. انسب ميعاد للمجموعه دي ايه؟ اللي هم بيلتقوا كلهم فيه، في اللي هم في المكان ده، وليكن هيبقى يوم الاثنين. يوم الاثنين ده ممكن من العشره دول الاقي 6 او 7 في نفس المواعيد قريبين من بعض، يبقى هاخد ال6 او 7 دول، تمام كده، واكمل باريا قريبه دكتورين ثلاثه ثانيين في نفس الفكره، تمام. وارجع في اليوم اللي بعده اخد المجموعه اللي فاضله، الاربعه اللي مفاضلين مثلا، وليكن يوم الثلاث بقى دول يجتمعوا، فاخد دول يوم الثلاث واكمل في بريكه ثانيه. فدي بتبقى اسهل طريقه ان انا اعمل البلان بتاعتي، اللي هي يبقى قصادي مش لسته فيها مواعيد الدكاتره بس، لا، هي الليسته فيها مواعيد الدكاتره بالايام مفصله، عشان اقدر اجمع انهي يوم المناسب بالنسبه لي، او بالنسبه للمجموعه دي، ان انا اجمع اكبر عدد من الدكاتره. هيقع دكتور او اتنين او تلاته مطلوب، ده اساسي يعني، ما هو مش معقوله كلهم يجتمعوا في يوم واحد. لكن هقدر ان انا اجي في يوم تاني اروح مجمع الثلاثه الاربعه اللي وقعوا مني دول مع واحد ما عرفتش ازوره، مع مجموعه تانيه في بريكه قريبه منها. فاصبح عندي الليسته دي. انا هحاول احط لكم الاكسل شيت ده. طبعا انا متاكد ان الناس عدتني بمراحل في الحوار ده، وانا راجل قديم قوي يعني، لكن دي بالنسبه لي كانت انا بعملها لكل البريكات وكل الاريات اللي انا شغالها. حتى دلوقتي انا برضو يعني مع القاهره وجيزه لازم اعمل الدكاتره المهمين اللي عندي، والدكاتره دي بتخصصاتهم، القصص دي كلها بتبقى عندي، رغم ان انا برضو بخش اسال الزملاء اللي يا جماعه ده ميعاده امتى وده ميعاده إمتى. فدي قصه البلان انت تعملها. طبعا في بقى حاجات انا يعني انا بشوفها ساعات انها اود قوي، اللي هو ايه، الستارتنج والاندنج. فالستارتنج الساعه 10، فالدكتور ايه مثلا انت مع مدير يقول لك هي الساعه 10. طب انا يا باشا المكان ده بيبتدي 11، 10 ونص، بيبتدي مثلا 11 الا ربع. ايه المشكله لما احط لحضرتك الحقيقه؟ ما هو دي المعضله، ليه ما احطش لحضرتك الحقيقه وحضرتك تتقبل مني الحقيقه؟ لا، هو الساعه 10 اروح اقف قصاد، اقعد مع بتاع الامن الساعه 10. واحد الزملاء كانت مره كاتبه ان هو مش عارف اتاخرت 5 دقائق خصم لها يوم. ده انت يعني انت متخلف عقليا يا ابني، انت متخلف عقليا تخصم لها يوم عشان 5 دقائق؟ ليه يا عم الحاج؟ لا مؤاخذه، شغاله في ناسا، المكوك كان هيطلع، فواقفين على نفر بنحمل المكوك، هي معاها المفتاح. ما ينفعش يا بابا، يعني نصحى شويه في الحاجات اللي هي الغريبه اللي انا بسمعها دي، اللي هو ايه، لا طب انا خلصت زياراتي في الحمد لله الساعه 12، لا ما تتحركش من المكان بتاع الاي ام دون غير لما تيجي الساعه 1 تروح على المكان اللي بعده. يا سلام، ليه يا عم؟ ليه يا جدعان؟ هو في ايه؟ انتوا شغالين فين بالظبط يعني؟ موقف ده هيطلع الساعه كذا، يطلع الساعه كذا. يا جماعه الخير، طالما الراجل شغال ومحترم، خليك انت كمان محترم معاه في قصه الزيارات، في قصه المواعيد. المهم ان هو بيؤدي اللي عليه، اديله المساحه انه يؤدي اللي عليه
بأريحية شوية، بلاش الضغط في كل حاجة، بتضغط في كل حاجة، في المواعيد بتضغط، في الأرقام بتضغط، في الحضور بتضغط، في اضغط 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 في الراجل، في الآخر تقول لك الله هم ليه بيمشوا؟ يقولوا بيمشوا؟ لا يا راجل معلش احنا اسفين والله، احنا اسفين يا صلاح، ليه بيمشوا ايه؟ ما لازم هيمشوا، ما لازم هيمشوا ويسيبوه، هو هيروح ياخد نفس المرتب ده في اي شركة تانية بدون لا مؤاخذة حد دماغه لسع. فهي دي الفكرة كلها. فأرجو ان احنا نكون أسوية شوية في قصة الستارتنج والاندنج والبلان بتاعتنا. لازم تفهم الراجل هو انت عايز منه البلان ازاي، بمناطق، مش بقصه دكاتره ان هو لسه يا دوبك بيبتدي. دي قصه البلان بكل بساطه وبكل سهوله. البلان دي مع الاس ال تي بتاعك بيظبطوا بعض. يعني انت زرت الدكتور ده زياره، لسه ليه زياره تانية، ففي زيارات هتقع منك تبتدي ان انت تلمها في اخر الشهر كده، هو اللي هو كل دكتور مثلا ده زيارتين وفاضل له زياره وهكذا. فدي البلان ودي الطريقه اللي انا بشتغل بيها، ودي القصه اللي انا هحاول احط لكم الاكسل شيت اللي انا بعمله ده. هو ده كده بسيط جدا، بس بنظره عينيك بتقدر تعرف انهي يوم مناسب للمنطقه دي وللمنطقه دي وللمنطقه دي، وبتقدر تظبط البلان. البلان بقى لما بتعملها شهر هي خلاص يا باشا، ما بقاش فيها، انا اسف يعني هنتكلم كلها عارفه بعضها زي ما بقول في كل فيديو. هتيجي بعد كده يا باشا تاخد الشهر ده وانت تعيده مع بعض التعديلات في اسماء الدكاتره اللي انت عايز تزود الريت عندهم، او ان انت تقلل الريت عند دون، او تشيل ده وتحط دون. هيبقى هي البلان تقريبا هتبقى قريبه قوي من بعضها. تمام كده. صباحكم بيضحك، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يعني ابقى خفيف عليكم على طول كده، وبقول لكم الحاجات اللي هي براكتيكال قوي قوي قوي، بس فقط لا غير. كل سنه وحضراتكم طيبين.